اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعله رمضان مبارك علينا جميعا يا رب. وربنا يجعله من 30 يوم جبر وخير واستجابه ورزق وعدل يا رب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، في حبايبي كلهم من اللي بيكبروا بخاطري وبيعلقوا لي تعليق جميل. ربنا يجازيهم كل خير يا رب. الزبادي بتاعنا الجميل القمر ده، بسم الله ما شاء الله، متماسك وجميل ازاي، ما شاء الله، جميل قوي. يلا ندخل على الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا رتل من اللبن يا حبايبي، هفضيه عشان نغليه. كل سنه وانتم طيبين. عشان نعمل الزبادي مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد. نغليه بقى وارجع لكم. ولعنا على اللبن بتاعنا يا حبايبي، نغليه. اللبن فار معانا يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هنطفيه بقى ونسيبه يبرد كده كويس كده زي دمعة العين، ونرجع بقى عشان نعمله الزبادي. معانا كوباية زبادي صغيرة يا حبايبي، معلقة لبن بودر، معلقة هرمية لبن بودر، معلقة صغيرة سكر. هقلبهم على بعض كده جامد، دوبهم يبقى ناعم خالص. عشان ايه؟ يعني دي بس تكاية جميلة جدا. اللبن البودر ده بيخلي الايه الزبادي متماسك جامد. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تقلبهم كده مع بعض يعني في طبق لوحديهم عشان ينعموا خالص لحد ما ينعموا خالص. بصي يا حبيبتي، تقلبيه كده جامد لما يبقى ناعم خالص كده. بصوا ما شاء الله، عشان ما يكتلش معاكي في الزبادي، يبقى كله ايه ناعم مع بعض. حط عليه حبة لبن كده ونقلبه برضو كويس. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان نخلط الزبادي كله على بعضه كده مع اللبن. اللهم صل على سيدنا محمد. اللبن دافي كده زي دمعة العين. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا كل اللي في الطبق اهو يا حبايبي، وهنقلبه كويس ونصبه ايه في السلاطين دي، الطواجن الصغيرة. قلبت الزبادي كويس اهو مع اللبن كله مع بعضه. دوبيه كويس قوي عشان يبقى ايه مفيش حاجة متكتلة معاكي. اللهم صل على سيدنا محمد. فضي الزبادي. اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجة يكون اللبن زي دمعة العين، ميبقاش سخن. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. واللي وصل في الفيديو لحد كده ما ينساش يعمل لايك لماما نادي، منورات ماما نادي. اللهم هنغلفهم بالاسترتش يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي. ميه بتغلي يا حبايبي، وهحطها في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تكون بتغلي وتشغلي الفرن يسخن بس، وتروحي حاطه ايه في الزبادي 4 5 ساعات كده لما يمسك وتخرجيه. ادي الزبادي يا حبايبي بعد ما خرجته من الفرن بعد 5 ساعات. اهم حاجه تحطي الميه دي مغليه، والفرن بعد ما يسخن تطفيه وتدخلي الصينيه. بسم الله ما شاء الله، متماسك وجميل جدا. بصوا متماسك ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.